يا اهلا بيكم. وقبل ما ابدا حابب اقول لك ان ده الجزء الثاني من فيلم بوشبا. وزي ما انت عارف الجزء الاول كان جمدان والجزء ده فوق الخيال. لو ما شفتش الجزء الاول هتلاقيه في اول تعليق. بدون ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بتبدأ الأحداث في مينا، وهناك بنعرف إن خشب الصندل الأحمر واللي يعتبر أغلى نوع خشب في العالم كله بيتم تهريبه في المينا ده. ولو مش حاسس قد إيه الخشب ده غالي فخليني أقولك إن طن الخشب من النوع ده معدي $1,000,000. وفي الهند الشغلانة دي ملهاش غير كبير واحد وهو بوشبا، اللي بنعرف إنه الكوموندا بتاع الشغلانة واللي بيقدر يخترع طرق تهريب ما تخطرش على بال الجن الأزرق نفسه. بس في الفترة الأخيرة بقى الشرطة بدأت تزاوله، ده غير إن في عصابة صينية ظهرت وحاولت تاخد منه الشغل. بس الكلام ده طبعا مش على بوشبا اللي قرر يعمل لهم مفاجأة على الضيق كده. وفي يوم العصابة الصينية كانوا بيفضوا الخشب من الكونتينرات عشان يتفاجئوا بجثة موجودة وسط الخشب، ومن غير تفكير كتير زعيم العصابة اتكلم مع رجالته وقال لهم علقوا الجثة دي من رجلها في أي ونش وارفعوها في الهواء عشان تتشمس شوية. بس اللي هو ما كانش يعرفه بقى هو إن دي مش جثة ولا حاجة، لكن ده بوشبا اللي جاي ومقرر ينتقم من أي حد فكر يزاوله. وعشان كده زعيم العصابة بمجرد ما حس إن الجثة بتتحرك في الهواء كان هيتجنن وطلب من رجالته يستعدوا. وفعلا كل واحد منهم شد حتة السلاح بتاعته عشان يتعاملوا مع بوشبا. وعشان زعيم العصابة الصينية بدأ يخاف طلب من رجالته يجيبوا أي واحد هندي عشان يعرف يتكلم مع بوشبا. وفعلا الراجل الهندي وصل وبدأ يكلم بوشبا اللي ما كانش عنده وقت للكلام، وقدر يفك نفسه وطلع بلطة صغيرة من معاه ونزل دور الدعك في كل العصابة الصينية. دخل عليهم كلفتهم واحد في التاني، وكل اللي كان معاه حتة سلاح وفاكر انها تنفعه بوشبا كان بيوجعه. بعدها شال زعيمهم نفسه وفضل يلف بيه وخلاه يضرب رجالته وقل منهم على الآخر. بعدها خد زعيم العصابة الصينية وطلع بيه على أعلى مكان وقرر يرعبه، وعشان كده مسكه من رجليه ودلدله. فضل يسأله مين الزعيم هنا، ولما حس إن زعيم العصابة الصينية مش عاوز يتكلم طوحه. بس فجأة وصل واحد صيني كان كبير شوية في السن بس واضح عليه جدا إنه مدقدق في الشغلانة، عشان كده بدأ يضرب نار على بوشبا وفعلا قدر يصيبه بطلقة. وقتها بوشبا وقع من الارتفاع العالي ده، بس من حسن حظه إن كان تحتيه مية، وفي المية فضل يفتكر ذكريات كتيرة جدا عنده، طفولته ازاي كانت طفولة صعبة. وفجأة بوشبا بيصحى من النوم عشان يكتشف انه في البيت نايم جنب مراته سيرفالي. وبالرغم من ان بوشبا طول الوقت اللي فات كان مكلفة الشرطة وحاططهم في جيبه لانهم اما خونة او مغفلين، بس من ساعة ما بهانوار الظابط الجديد استلم والدنيا مش احسن حاجة خالص. وده لان بهانوار كان غير كل اللي قبله. الراجل كان فهمان ومن الاخر كده حاطط بوشبا في دماغه ومقرر انه مش هيسيب المكان ده غير وبوشبا مقبوض عليه. وعشان كده قدر يعمل حركة ذكية جدا ودس نفسه وسط العمال بتوع بوشبا، وراح فعلا اكتشف كل الاسرار اللي بوشبا بقى بيستخدمها سواء في تقطيع الاشجار او في نقلها وتخزينها. وعشان يبقى مظبط الدنيا على الاخر ومحدش يشك فيه كان بيمثل انه اعرج. بس فجأة قلع كل وسائل التنكر، طلع مسدسه ضرب كذا طلقة في الجو، ودي كانت العلامة لزمايله اللي حضروا في السريع منه وقضوا على الكل. وبالرغم من ان دي حاجة ترعب بوشبا لكنه استقبل الخبر على الهادي منه خالص وما كانش حاسس اصلا بأي قلق. وبسرعة قرر يروح القسم عشان يطمن على رجالته، وهناك شفناه هو بيتعامل بعوجان على الآخر مع كل اللي موجودين في القسم، وخصوصا لما دخل يطمن على رجالته في الزنازين واكتشف انهم متعذبين تعذيب جامد جدا. وده بعد ما بهواني دوقهم المر وعذبهم كل انواع التعذيب اللي تخطر او حتى ما تخطرش على بالك، لدرجة انه ضرب واحد منهم طلقة في ايده عشان يعترف بكل حاجة. وبعد ما بوشبا شاف اللي حصل ده اتكلم مع المأمور وقال له بص يا كبير انا مش هخرج من هنا غير مع رجالتي. وساعتها طبعا المأمور قال له تبقى مجنون رسمي لان دي حاجة مش قانونية. لكن بوشبا وقتها فضل يتريق عليه وقال له يعني اللي الضابط بتاعك عمله ده هو اللي قانوني، هو المفروض مهما كانت الجريمة ما يعذبش حد من رجالتي. وفي الوقت اللي بهواني كان مستني فيه يرجع للقسم تاني عشان يكمل التحقيقات، بوشبا كان بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيقول له شوف يا ابني البهوات دول يتعشوا بكام عشان ناخد رجالتنا ونمشي من هنا. وفعلا ظرف كل واحد مبلغ محترم وخد رجالته بربطة المعلم وخلع عشان بهواني يرجع ويتفاجئ من المنظر اللي شافه ويكتشف ان رجالته قبضوا وباعوه. ودي طبعا حاجة كانت هتجننه وخلت عقله خلاص هيشت منه. اما بوشبا بقى فشوفنا ازاي كان كل سكان المدينة تقريبا بيعاملوه معاملة الابطال وشايفين انه اهم واحد في المدينة. وده لان بوشبا كان جدع معاهم جدا، عمره ما استكبر عليهم بالرغم من انه حرفيا بقى امبراطور تجارة الخشب الاحمر في العالم كله وبيعمل ملايين الدولارات كل يوم. بس بالرغم من كده فبوشبا ما كانش ناسي كل اللي ضايقوه في الماضي بتاعه وخصوصا اخواته اللي كانوا متبرين منه ودايما بيعايروه بانه قليل الاصل، لدرجة انهم اساسا فضحوه قدام الكل وعرفوهم انه مش اخوهم وان ابوهم ما اعترفش بيه لحد ما مات.
وعشان الفلوس بتحتاج سلطة تحميها، فبوشبا كان مظبط أموره على الآخر مع نائب المجلس اللي موجود في المحافظة بتاعته. وده ببساطة لأن بوشبا كان شايف دايما إن الفلوس بتتكلم، وأي حاجة في الدنيا دي ممكن تخلص عن طريقها. بس اللي كان بادئ يضايق الكبار من بوشبا هو إنه بقى سايق فيها على الآخر ومحدش مالي عينيه، لدرجة إنه بقى بيحط كل الشروط بتاعت أي صفقة، وبيحدد هو هياخد كام وهيدفع كام وكل التفاصيل دي. وبقينا نقدر نقول كده من الآخر وبضمير مستريح إن بوشبا قدر عن طريق تجارته ودماغه الشغالة يبقى الحاكم الفعلي للمدينة. والصايع بقى في الموضوع هو إن ما كانش في حد قادر يقطع عليه أو يثبت عليه أي تهمة ويقول إنه بيشتغل في تهريب الأخشاب. وطبعا حب الناس كان مخلي السكة بالنسبة له دايما مفتوحة لحاجة زي كده، لأنه جدع جدا معاهم وشايف إنهم شركاء أساسيين في النجاح. بس على الناحية التانية بقى فباقي التجار كانوا مفقوعين منه وجايبين آخرهم، وده بعد ما بقى ممشي السوق كله على مزاجه وبيحط أعلى سعر للأعشاب عشان ما يظلمش حد من العمال. ده غير بقى إنه لغى فكرة السماسرة كلها، وده لأنه بقى متأكد إن السماسرة دول مش بيخلصوا أي صفقة غير بعد ما يهلبوا وياخدوا جزء كبير جدا من المكسب في جيبهم. بس بالرغم من إن التجار جايبين آخرهم وكانوا كل يوم والتاني يعملوا اجتماع عشان يشوفوا هيتصرفوا إزاي مع بوشبا، لكن بوشبا ولا كان شاغل باله بكل الحوارات دي وكان مكمل في طريقه زي السهم. بس طبعا أكيد الحكاية مش هتفضل ماشية كده على طول، وعشان كده بنشوف أم الضابط بهواني وهي عمالة تهزقه وتقول له أنا الصراحة خبتي فيك ملهاش حدود، صرفت عليك وكبرتك ودخلتك كلية الشرطة عشان تشرف نفسك وتشرفني وتقدر تأدي رسالتك وتقضي على الجريمة، لكنك ما عملتش أي حاجة من الكلام ده. ودلوقتي اهو عيل بيتاجر في الأخشاب مغلبك ومخليك مش عارف تعمل معاه أي حاجة وعمال تلف حوالين نفسك. اتنيل بقى، سيب أي حاجة بتعملها وروح خلص الموضوع ده قبل ما أحس إني رميت فلوسي اللي ربيتك بيها على الأرض. وقتها بهواني سخن جدا، وخصوصا بسبب تاريخه الأسود مع بوشبا، وعشان كده نزل بأقصى سرعته وعمل كمين وكان عصبي زي المجنون. فضل مستني رجالة بوشبا وهم معديين بالعربيات اللي محملة خشب، ورغم إنه كل اللي هو هيعمله مش قانوني لكنه حس إن جاب آخره، وفعلا كب بنزين على العربيات وولع فيها. ولما اتنين من رجالة بوشبا عملوا قلق وقتها بهواني ضربهم بالنار ومسك الكبير بتاعهم وفضل يقرروا عشان يعرف منه الطريقة اللي بوشبا بيخزن بيها الكميات دي من الخشب، لكن الراجل رفض يتكلم. وساعتها بهواني رماه من ارتفاع عالي جدا. بس طبعا أمه لما عرفت إنه عمل الجنان ده اتضايقت جدا وقالت له أنا كنت عاوزاك تبقى راجل وتعمل ده بالشكل القانوني وتكون أذكى من بوشبا اللي فعلا كان بيخزن خشب الصندل الأحمر بطريقة ما تخطرش على بال العفريت نفسه. بنشوف مقابلة بعد كده بين بهواني ونائب المجلس اللي بنعرف إن اسمه نايدو، وبهواني بيقول له احنا لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نخلص الكلام مع اللي اسمه بوشبا ده، يا اما هيفضل طايح كده ومحدش هيعرف يعمل معاه حاجه. وخلي بالك معنى انه يفضل مسيطر بالشكل ده فدي حاجه مش في صالحنا كلنا. وفعلا من بعد المقابله دي هما الاتنين قرروا يساعدوا بعض واتفقوا ان خطتهم تبقى واحده علشان يقدروا يقبضوا على بوشبا في اقرب وقت. اما بوشبا نفسه فطبعا ما كانش اعمى عن اللي اعدائه بيخططوا له، لكننا لاحظنا ان المساعدين بتوعه بداوا يخافوا عليه، وعشان كده اتكلموا معاه وقالوا له الفتره اللي جايه مش عاوزين فتحه صدر جامده لان اكيد ولاد الهرمه دول بيخططوا علشان يقضوا علينا. بس بوشبا دايما كان له دماغه وكان ما بيحبش يعرف اي حد هو بيخطط لايه. وفي يوم اتعمل مهرجان كبير جدا في المدينه حضره بهواني شخصيا، وكان معاه نايدو اللي طبعا بوشبا جات له الاخبار بانه يتقابل مع بهواني والدنيا بينهم في اللذيذ. بس الغريب في اليوم ده هو اننا لاحظنا ان بوشبا متغير جدا وكانه مستسلم كده لاحزانه وشخصيته مهزوزه، وده طبعا على غير العاده تماما. شفناه وهو عمال يشرب لحد ما بقى تقريبا مش شايف قدامه، وبعدها نزل عشان يحضر المهرجان ده. في المهرجان شفنا نايدو هو وبهواني وهم بيتكلموا معاه وفضلوا يقولوا له احنا شايفين ان الموضوع اخد اكبر من حجمه بكتير، واكيد مدينتنا تستاهل مننا احسن من كده، وعاوزين بقى نفكنا من الحوارات دي ونهدي اللعب شويه. وقتها بوشبا ورغم انه سكران بس كان متضايق جدا وقال لبهواني انت اللي بداتها دم وقتلت ناس من رجالتي. بس بالرغم من كده لاحظنا قد ايه بوشبا فاقد الشغف ومش جاي معاه باي حاجه، وعشان كده لما بهواني طلب منه يوقف تجاره في المدينه وقتها بوشبا قال له انه موافق، ودي حاجه طبعا صدمت كل اتباع بوشبا واولهم مراته. وفي طريق الرجوع بوشبا وشه كان مقفول على الاخر ومش حابب يتكلم في اللي حصل، ولاحظنا انه واقع تحت تاثير الماضي بتاعه، عمال يفتكر كل الصراعات اللي خاضها وده بعد ما الكل اتخلى عنه واولهم اخواته. عشان كده فضل يشرب ويتكلم زي المجنون ويقول انا متاكد اني ما كنتش استاهل الحياه دي وما كنتش عاوز غير الناس تحبني وتكون باقي عليا،
لكن انتوا اللي حولتوني للوحش اللي بقيت عليه ده. وبعد ما كان هادي بدأ يتنرفز ويزعق بصوت عالي جدا، وبقى بيتصرف زي المجانين بالظبط. أول حاجة قرر يعملها هي إنه يرجع لمكان المهرجان عشان يغير كل حاجة، والمرة دي بقى قرر يروح لوحده من غير أي حد من الناس اللي بتحبه أو حراسه أو حتى سواق. فعلا نزل من العربية وركب عربية تانية وساق زي المجنون لحد ما وصل لمكان المهرجان. هناك طبعا بهواني كان مش مصدق نفسه وبيحتفل بقى بالإنجاز اللي قدر يحققه، لكن الكل اتفاجئ بباشبا وهو داخل بالعربية جوه المهرجان، وبالتحديد ناحية الترابيزة اللي بهواني قاعد عليها. وفعلا خبطوا بالعربية ونزلوا في البسين اللي موجود في المكان، ودي طبعا حاجة قلت من بهواني على الآخر، وشفناه وهو طالع من المية زي الفار المبلول. وساعتها بوشبع بدأ يتكلم معاه وقال له زمان أنا أجبرتك ترجع الاسم بالملابس الداخلية، ودلوقتي أديك واقف مبلول قدام الناس كلها، عاوزك بس تكون عارف إن اللي هيجي على طريقي هيتهان. طبعا الكلمتين دول ضايقوا بهواني على الآخر، والعركة كانت هتدور بينه وبين بوشبع، لكن الناس قدروا يمنعوا ده على آخر لحظة. وساعتها بوشبع فضل يستفز بهواني وقال له صدقني من غير البدلة الميري بتاعتك ال5 منك بروبية. وبهواني رد الإهانة هو كمان وقال له انت هتفضل طول عمرك جبان وما بتقدرش تعمل أي حاجة غير إنك تخبي الأخشاب بتاعتك بعيد عن الشرطة. وبعد اللي حصل ده بهواني حس إنه خلاص فقد أعصابه، وعشان كده رجع لرجالته وقال لهم من النهاردة ما فيش أجازات ولا أكل ولا شرب ولا نوم غير لما نقبض على بوشبع متلبس وياخد الجزاء اللي يستحقه. وبالصدفة وهو واقف في الكمين لاحظ حاجة غريبة جدا، وهي إن في طريق سري منحوت وسط الصخرة على الشاطئ بتاع البحيرة. وساعتها حس إن الطريق ده ممكن جدا يبقى المعبر السري اللي بوشبع بيقدر يصرف فيه بضاعته. وبيني وبينك كده فبهواني قرب فعلا، وبالصدفة فهو على وشك إنه يكشف أكتر طريق سري بوشبع كان واثق إنه مستحيل يكشف، وده لأن بوشبع كان مستغل الطبيعة الصخرية للمكان بسبب إن الصخور بتاعت المكان ده من نوع نادر جدا ومن الصعب إنها تنقل الذبذبات الصوتية. يعني من الآخر مهما عربيات وعدت من هناك وفضلت تخبط وترزع مستحيل حد يسمع الصوت. بس طبعا لو حد اكتشف الطريق فهيبقى كشفه مسألة وقت مش أكتر. وفعلا في الوقت اللي رجالة بوشبع كانوا ماشيين وبيهم ولا عليهم مطمنين إن الدنيا في الأمان منه على الآخر، اتفاجئوا بحاجة خطيرة جدا، وده لما لقوا عدد كبير جدا من عربيات الشرطة محوطاهم. ووقتها ده طبعا ما كانش ليه غير معنى واحد، وهو إن الطريق اتكشف. وعشان كده سواق أول عربية واللي كان يعتبر أقدم سواق عند بوشبع اتكلم معاه على اللاسلكي وقال له غالبا كده يا كبير احنا اتكشفنا وأنا مستني تعليماتك. بوشبع وقتها حس بالخوف جدا على رجالته أكتر من البضاعة كمان، وده لأنه كان شايف إن رجالته دول شركاء معاه في النجاح. وعشان كده اتكلم مع السواق وقال له أهم حاجة تخلوا بالكم من نفسكم وحاولوا على قد ما تقدروا تتفادوا الاشتباك مع الشرطة، لأنكم مش مسلحين إنما هم مستعدين كويس جدا. كل اللي عاوزه منك إنك تستخدم الخطة البديلة وتدخل من الطريق بتاع المقابر. وساعتها السواق قال له اعتبره حصل، وبدأ يموه فعلا هو وباقي السواقين اللي معاه، وقدروا في البداية يخدعوا الشرطة. وقتها بهواني كان هيتجنن لما فجأة لقى العربيات اختفت من قدامه، لكنه كان ظابط ذكي جدا وقدر بسرعة يكتشف الخدعة اللي السواقين بتوع بوشبع عملوها، وعشان كده قدر يوصل لهم مرة تانية. والمرة دي بقى كان متأكد إنه لو ما خلصش معاهم فمستحيل الفرصة دي تجيله تاني. وعشان كده ومن غير تفاهم بدأ يضرب نار عليهم من البندقية بتاعته، وفعلا قتل أكتر من واحد وقلب العربيات كلها على الأرض. وكل حاجة بقت واضحة زي الشمس لأن خشب الصندل الأحمر كان موجود قدامه، يعني الحكاية كده تلبس بنسبة 100%. وبعد اللي حصل ده بهواني كان فرحان زي المجنون، خصوصا إنها خبطة ولا كان يحلم بيها أساسا، وده بعد ما قدر يصادر أطنان من خشب الصندل الأحمر، وهو أساسا كان نفسه يمسك بوشبع ولو بخشبة واحدة حتى. وبعد ما رجع الاسم بنشوف الصحافة وهم قلبين الدنيا ولقاءات صحفية بقى وحوارات وكلام كتير. طبعا بهواني كان عايش اللحظة على الآخر واخد اللقطة، وفضل يهجس عليهم شوية وما قال لهمش طبعا إنه اكتشف الطريق ده صدفة. فضل بقى يفخمها على نفسه ويقول لهم البلد دي فيها قانون بيحميها وجهاز الشرطة الهندي هيفضل هو رقم 1 والكلمتين اللي بالك فيهم دول. بس المفاجأة بقى هي إن بهواني بعد ما دخل الاسم اكتشف حاجة خطيرة جدا، وهي إن بوشبع لحد دلوقتي ما اتقبضش عليه ولا هو ولا أي واحد من رجالته، ودي بالنسبة له كانت حاجة غريبة. وعشان كده سأل القائد بتاعه يا فندم احنا ماسكين كمية حرز كفيلة ترميهم كلهم بقيت عمرهم في السجن، ويا ريت لو حد يفهمني ايه السبب اللي مخليهم لحد دلوقتي بره.
وقتها القائد بتاع بهواني عرفه انه اكل خازوق مغري، وده لان الاخشاب اللي هو صادرها في الحرز دي مش صندل الاحمر ولا حاجه، لكنها نوع عادي جدا من الخشب الزان ومفيش في تجارته اي مشكله. طبعا وقتها بهواني حس ان الدم اتجمد في عروقه وحرفيا ما كانش عارف هيعمل ايه ولا هيتصرف ازاي. كان بيتمنى ان اللي هو سمعه ده ما يكونش حقيقي، وعشان كده مسك الخشب وقعد يقول للقائد بتاعه يا فندم صدقني هو ده خشب الصندل الاحمر انا متاكد. لكن القائد قال له احنا جبنا خبير اخشاب واكد لنا ان ده مش صندل احمر ولا حاجه. فجاه بهواني اكتشف ان بوشبا موجود في المكان، وطبعا وصل وفضل يستفزه ويضايقه كانه بيتحداه وبيقول له عمرك ما هتعرف تعمل معايا اي حاجه. فعلا وقتها عقل بهواني كان هيشت منه، بقى مش عارف امتى هيقدر يقبض على بوشبا متلبس. ولما فضل يفتكر اللي حصل وقت ما قبض على الشحنه افتكر ان رجاله بوشبا غفلوه، ولما دخلوا الطريق التاني بتاع المقابر قدروا يشحنوا الخشب الحقيقي على الجواميس اللي بتجر عربيات، وكهديه يعني من بوشبا حب يعرف الشرطه انه معلي عليهم. وفجاه حصل انفجار جامد جدا عشان الشرطه تكتشف ان الخشب اللي هم صادروه ده اساسا متلغم، وطبعا بالشكل ده بوشبا علم على الشرطه واداهم على قفاهم كمان. وبعد ما القصه دي خلصت بوشبا رجع لبيته، لكنه اتفاجئ ان سيرفالي مراته تعبانه لدرجه انها فجاه فقدت وعيها، ودي حاجه طبعا قلقت الكل. بس الحقيقه هي ان كان في خبر حلو ورا الموضوع ده، وده لان سيرفالي كانت حامل، وبمجرد ما بوشبا بقى عارف ده كان فرحان جدا. اما سيرفالي نفسها فبدات تتكلم مع بوشبا وقالت له انا بصراحه عاوزاك تبعد بقى عن الشقاوه وعاوزين نكتفي باللي عملناه، احنا فعلا عملنا فلوس كفيله تعيشنا احنا وعيالنا واحفاد احفادنا في مستوى كويس جدا، بس انا دلوقتي بعد ما عرفت ان حامل مش هستحمل انك يحصل لك اي حاجه. وقتها بوشبا اتاثر بالكلام جدا لدرجه انه بدا يبكي، وده لانه افتكر الماضي الصعب بتاعه واخواته اللي اضطهدوه وكانوا دايما بيقل منه. وبالمناسبه بتاعت حمل مراته كانوا عاملين مهرجان، بس في نص المهرجان وصل مجموعه من الشباب اللي بداوا يضايقوا الحريم، وساعتها بوشبا قال لهم اوعوا تفكروا اني عشان بهرج شويه مع الجماعه هبقى شاب من بتوع اليومين دول، لا الكلام ده مفيش منه خالص. وفعلا من غير تفاهم مسكهم كلهم عدمهم العافيه وعمل معاهم فوق الصح بشويه. فضل شغال دعك فيهم لحد ما سوى وشهم بالاسفلت وقل منهم قدام الكل عشان يوصل رساله لاي حد ان اللي هيفكر في يوم من الايام يعمل نمره على بوشبا اكيد هيتحط عليه. اما سيرفالي نفسها فاتضايقت جدا من اللي حصل ده وفضلت تعيط لانها كانت حاسه ان الليله ليلتها وانها عاوزه تفضل مبسوطه، لكن بوشبا فضل يهديها وقال لها تعتبر ان مفيش حاجه حصلت. بننتقل بالاحداث بعد كده لمكتب وزير الداخليه الهندي، وبنشوف بهواني وهو واقف قدامه. طبعا الوزير كان عمال يهزقه ويقول له ايوه يا ابني عارفك انت الضابط الخايب اللي بقاله 100 سنه مش عارف يقبض على الواد بتاع خشب الصندل الاحمر وكل مره يعلم على قفاك فيها. وبالرغم من ان بهواني دمه كان محروق جدا من الكلام، لكنه فضل يتكلم مع الوزير وقال له صدقني يا فندم انا محتاج اخر فرصه، ولو ما قدرتش اعمل حاجه سيادتك انقلني لاي مكان تاني. وقتها الوزير قال له ماشي انا ما عنديش مشاكل، بس خليك عارف ومتاكد ان دي اخر فرصه فعلا. ولان بهواني جات له معلومات من المخبرين بتوعه قرر يعمل كبسه على القوارب بتاعه الصيد اللي موجوده في المينا بتاع المدينه، وده لان المخبرين عرفوه ان كل قارب بيبقى مربوط فيه كميه كبيره جدا من خشب الصندل متخزنه تحت الميه بطريقه معينه بحيث ما يحصلهاش طفو وفي نفس الوقت ما تغرقش القارب. بيوصل بهواني فجأة وبيكبس على المينا وبيقرر ينزل المية بنفسه عشان يشوف الدنيا ماشية ازاي، لكن بصفارة واحدة بس من رجالة بوشبا الكل شغل المحركات بتاعة القوارب، وساعتها تيار المية كان جامد جدا لدرجة انه طير بهواني بعيد، لكنه لاحظ ان في خشب صندل احمر فعلا، وعشان كده نادى على زمايله اللي دوروا القارب بتاعهم وجم بسرعة عشان يبدأوا في مطاردة مع كل قوارب الصيد اللي جريت بأقصى سرعتها في المية. وبالرغم من ان بهواني كان خلاص هيقبض عليهم، لكنهم وصلوا للمية المفتوحة واللي القوات البحرية الهندية بتمنع اي قارب عادي من انه يعديها، لان الصيادين بس هم اللي معاهم تصريح يخشوا المكان ده. وعشان كده بمجرد ما بهواني كان هيعدي الحدود القوات البحرية كانت هتضربه، لكنهم عرفوا في آخر لحظة انه شرطة. وبعد ما رجالة بوشبا خلصوا الحوار بهواني فضل واقف في مكانه ومش عارف هيعمل ايه كالعادة، ولما بص بالمنظار لقى بوشبا واقف الناحية التانية بيطلع له لسانه. وبعدها بوشبا قدر يصرف البضاعة كلها بمليارات الدولارات وراضى الكل ومس على كل راجل جدع وقف معاه بمبلغ محترم. اما بقى بالنسبة لبهواني فالسلك لمس منه على الاخر، شفناه بعد ما تقريبا اتجنن وبقى طول اليوم بيشرب ودخل المخزن بتاع الأحراز وولع في كل الخشب اللي هو كان مصادره قبل كده، وده ببساطة لأنه خلاص ما بقاش محتاجه. وبالرغم من إن المساعد بتاع بهواني كان عمال يتكلم معاه ويقول له إن الحكاية مش مستاهلة وأكيد هيقدروا يتصرفوا، لكن بهواني كان خلاص جاب آخره وبقى واثق ومتأكد إنه مستحيل يعرف يقبض على بوشبا متلبس.
كل حاجة كانت ماشية تمام والدنيا كانت تحت السيطرة، بس المشكلة المرة دي ما جاتش من ناحية الشرطة لكنها كانت من ناحية التجار اللي خلاص جابوا آخرهم من بوشبا بعد ما بلع سوق خشب الصندل الأحمر كله في جيبه، وعشان كده غفلوه ودخلوا بيته وهو نايم وخطفوا منه واحدة من حريم بوشبا. لما بوشبا صحي تاني يوم عرف اللي حصل، سحب بندقيته وراح للمبنى بتاع التلفزيون وظهر قدام الكاميرا. ولاحظنا قد ايه وقتها بوشبا بقى قوة كبيرة جدا في الهند، لدرجة انه ظهر على التلفزيون الهندي وقال بمنتهى الجرأة قدام الكل ايا كان مين اللي عمل كده ودخل بيتي وخطف واحدة منه فلازم يكون عارف انه لعب في عداد عمره. وبعدها وقف وسط رجالته وشد المايك وبدأ يتكلم عن الشخص اللي خطف واحدة من بيته، وهو بيقول له اعتبر نفسك سبت الدنيا دي وفرقتها، وقريب قوي هتبقى واقف قدامي وهدفعك تمن اللي انت عملته ده غالي جدا. بتشوف بعدها اتصال من نايدو لبوشبا، وبنشوف نايدو وهو بيقول له عاوزك تهدي الدنيا شويه لان الكبار بتوع الهند كلهم مش مبسوطين من اللي انت بتعمله ده، لانك بدات تشكل خطر عليهم ودي حاجه اكيد مش لطيفه. لكن بوشبا بيقول له البنت ترجع الاول ويتحرق كبار الهند على صغيرينها، ولازم اللي اتاخدت من بيتي وهي في حمايتي تيجي بسرعه. بس طبعا الكلمتين دول ما عجبوش نايدو ولا المسؤول اللي كان قاعد معاه، وعشان كده بوشبا قرر ان الحوار ده هيخلص بمعرفته هو. بنشوف الخاطف بعد كده وبنعرف ان اسمه رادي، وبنلاحظ انه مبسوط جدا لان دي تقريبا اول مره بوشبا يتعلم عليه. لكن بوشبا ولا شاغل باله بكل اللي حصل ده، شد بندقيته وركب الهليكوبتر بتاعه وراح لريدي لحد عنده. وهناك طبعا ريدي كان محمي في رجالته اللي كانوا واقفين حواليه وعددهم كان كبير جدا، وبدأ المساعد بتاع ريدي يضايق بوشبا ويهينه وفضل يضربه. وقتها لاحظنا ان بوشبا مستسلم جدا وكأنه عاوز رجالة ريدي يضربوه عشان يملأ قلبه بإحساس الانتقام وبعدها ياكل الأخضر واليابس. وطبعا رجالة ريدي ما كانوش مصدقين انهم بيضربوا بوشبا اللي مدوخ الهند كلها، وعشان كده ساقوا فيها وفضلوا يضربوه لحد ما وقعوا على الأرض وبعدها ربطوه بالحبال. بعد شوية البنت المخطوفة اللي بنعرف ان اسمها ديفي ظهرت، وساعتها لاحظنا ان بوشبا بدأ يغيب على ريدي ورجالته، وبالرغم من ان ايده ورجله مربوطين بالحبال لكنه طار في الجو وفضل مدور الضرب في رجالة ريدي. حتى لما اتكتروا عليه قدر يقطع الحبال بالرمح وبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. وطبعا نايدو والمسؤولين الكبار في الهند لما عرفوا ان بوشبا عمال يخلص على رجالة ريدي كانوا هيتجننوا، لان بوشبا كده حرفيا بقى بالنسبة لهم زي الكابوس اللي مش بيخلص. لما واحد من رجالة ريدي مسك المسدس وحطه على دماغ ديفي، وقتها بوشبا ظرفه بالرمح اللي كان في ايده ولزقه في الحيطة اللي وراها. بعدها بوشبا قدر ياخد ديفي من غير ما حد يلمسها ورجع بيها البيت. هناك بنشوف مشهد مؤثر جدا، وده لما اخو بوشبا اللي كان رافض طول الوقت يعترف بيه راح يعتذر لامه وده شهادة الميلاد بتاعت بوشبا واللي بتثبت انه اخوه من نفس الاب. وطبعا دي كانت اكتر حاجة دايما عاملة تعب لبوشبا، وعلشان كده لما سيرفالي اديته الشهادة فرح جدا وكان متأثر وفضل يعيط لان الطريق كان طويل قوي عشان اخواته يعترفوا بيه اخيرا. هنا بيخلص فيلمنا، فما تنساش بقى لو عجبك الفيلم تعمل لايك، تسيب كومنت جميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.